يلا فلوج. عندي كام مشوار كده محتاجه اخلصهم، فلبست ونزلت. طبعا وانا بعمل لكم الحركه دي كنت خايفه قوي حد يمسك الموبايل ويسرقه. نزلت اول مشوار كان على البريد. ما تشوفونيش مبسوطه كده، اتخانقت مع صاحبه الطرد وصورت لكم، بس مش عارفه هنزل الجزء ده ولا لا. كل اللي حصل ان شاء الله في الفلوج الجاي. الموظفه رايقه جدا، موظفه بجد محترمه. يعني قليل لما بيكون في حد من الموظفين الحكوميين رايق كده وهادي وبتاع. هي اتفضلي يا حبيبتي ومحتاجه ايه وبتاع، اللي هو في ايه. بس لا يعني كانت بجد كويسه جدا على غير العاده. في العاده الموظفين الحكوميين بيبقوا مش طايقين نفسهم ولا طايقين الناس. خلصت اول مشوار وحرفيا كان بقالي شهر مأجلاه. يلا على المشوار التاني. كان مشوار في البنك وخفيف كده، خلص بسرعه الحمد لله. الخطه كانت ان اصور الاوتفيت بس معرفتش بسبب الناس طبعا. قلت اوريكم شويه كورنيش بما اني عارفه ان معظم الناس مش من اسوان اصلا. يلا على المشوار التاني، ما كانش بعيد عن الاول فاتمشيتها. رايحين المنظمه الحكوميه التانية، وحرفيا المشوار ده بقالي حوالي يعني من شهر 10 تقريبا وانا مأجلاه. حجزت دوري في الطابور وقعدت، والناس فضلوا يتخانقوا معايا، كل ما تيجي واحده تقوم تقف قدامي، اللي هو تدخل قدامي يعني، اكيد طبعا عشان قاعده. وتيجي واحده تقول لي انتي لو مش متاخره ممكن انا ادخل على فكره مكانك عادي. قلت لهم لا انا مستعجله، بس مش هقف في الطابور طالما ممكن اقعد. فضلت قاعده، قلت لها لما يجي دوري بقوم، وفعلا لما جه دوري قمت. بجد عندي سؤال، ليه بيخلوا الورق بيطلع من مكان والختم في المكان التاني؟ يعني ليه علشان اخلص ورقه اخلصها واعمل كل حاجه من مكان، واروح اطلع دورين ولا حاجه علشان اختم بس؟ نروح على الشارع عشان نركب مواصلات للمشوار الرابع. مشوار واحد ونخلص المشوار النص النهارده. لا دي عادي، دي الكام يعني علشان انا ماشيه عكس اتجاه الشمس فمش محتاجاها. هوريكم الجو. هو المكان التالت بعيد شويه، مش عارفه الصراحه اروح له مشي ولا نركب مواصلات. انا بقول نركب مواصلات. انا بصراحه مش من محبين المشي، ف نروح نركب مواصلات احسن حاجه. من اصعب الحاجات اللي اي حد ممكن يعملها في اسوان انه يصور في الشارع بجد. يعني تحس انك خلاص محطة كون، الناس كلها بتبص عليك. ركبت المشوار الرابع وحرفيا المكان ده بتصور فيه من وانا كان عندي سنتين. وبجد اول مره تطلع الصوره مش حلوه، ولان دايما بتصور عنده والراجل عارفني اتكسفت اقول له انها مش حلوه، فاستلمتها وعدلتها انا في البيت لانها كانت صوره على التليفون مش مطبوعه. قلت ادلع نفسي بقى واجيب جاكوار، بقالي من ايام المستشفى ما كلتوش. خلصنا مشاورنا نرجع بقى على البيت. وبكده خلص فلوج النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو او فلوج جديد.